بين ناد يبحث عن مواصلة زحفه بثبات لمزاحمة فرق الصدارة، وآخر يسعى جاهدا للابتعاد عن مؤخرة الترتيب، دارت مواجهة اتحاد العاصمة مع ضيفه مولودية العلمة على ملعب عمر حمادي. وعلى وقع هذه الأجواء الاحتفالية انطلق اللقاء الذي شهد بداية حذرة من الجانبين. بعدها بدا واضحا اعتماد العلمة على الهجمات المرتدة التي كانت في الكثير من الأحيان أن تثمر هدفا في ظل الأداء الهزيل من دفاع الاتحاد. أما هجومه فكان بالاعتماد على الكرات الثابتة كما هو الحال في مخلفة بالليل. الدقيقة 28 حملت معها الجديد للزوار إثر خطأ فادح من دفاع العاصميين أولا، ثم الإخفاق في تطبيق خط التسلل ثانيا، أمر استغله البابية وليوقع المخضرم فارس حميتي أولى أهداف المباراة بعد تمريرات ولا أروع من السريع درجة. شوط المباراة الأول طغت عليه كثرة الاحتجاجات من جهة، والسقوط المتكرر للاعبي العلمة من جهة ثانية، والذي انتهى بفرصتين من الجانبين. المرحلة الثانية عرفت إقحام الجناح الأيسر للاتحاد مختار بن موسى، هذا الأخير حرك هجوم أبناء سسطارة بفضل توزيعاته الدقيقة التي كانت بالمقاس على رأس زملائه، لكن براعة حارس العلمة المخضرم نسيم أسرير وقف حائلا في دخول الكرة إلى شباكه. في المقابل ظل الزوار أوفياء لنهج الهجومات المعاكسة. تضييع الوقت ألزم حكم اللقاء احتساب 7 دقائق كوقت إضافي، وقت كان بمثابة إنعاش آمال الاتحاد في التعديل، فكان لهم ذلك في الدقيقة 5.